والصلاة والسلام على الرسول الكريم. في الحقيقة أريد من خلال هذا اللقاء أن أتحدث عن القصيدة الشجرية بصفة عامة، وما حاولت أن أصل معها من خلال النتائج التي يمكن أن نقول بأننا قد تحصلنا عليها. مشكلة القصيدة الشجرية في المغرب أنها حققت تراكما كبيرا ومتنوعا على مستوى الإبداع، ولكن للأسف الشديد هذا التراكم لم يواكبه منذ البداية مسار آخر، وهو مسار التحليل والقراءة والنقد، مما أدى إلى الوقوع في فوضى معرفية عندما نتحدث عن القصيدة الزجاجية، لأن هذه القصيدة في الحقيقة تطرح مجموعة من الإشكاليات، وإن كنا نحن نريد أن نتحدث عنها الآن، ولكن هذه الإشكاليات ترجع إلى الجذور التاريخية الماضية التي تكونت من خلالها القصيدة الزجاجية. ولهذا حديثي عن القصيدة الزجاجية فيها الصلاح سيكون عفويا، وسيكون من خلال تجربة كما قلت ذاتية عشتها ولا زلت أعيشها مع هذه القصيدة. إذا التصنيفات التي نصنف عليها القصيدة الزجاجية، ودائما افتح الرؤوس واقول منذ القديم والى الان، وان كان الحديث سيدور على القصيده الزجاجيه. اذا هذه التصنيفات كلها لم تستطع ان تدور لنا مشروعا يهم القصيده الزجاجيه، بمعنى كل هذه التصنيفات التي قام بها الدارسون والباحثون والنقاد مشكورين وقد جاهدوا فيها وقد حاولوا أن ينكبوا على القصيدة الزجاجية بكل ما أوتوا من قوة، ولكن الله غالب. لماذا؟ لأن المشكل في القصيدة الزجاجية المغربية. إذا من خلال التجربة، لأنني بدوري قد كتبت مجموعة من المقالات أحاول أن أتواصل عبرها بالقصيدة الزجاجية، ولكن كنت دائما أنتهي إلى النتيجة ذاتها. عندما أتواصل مع القصيدة الزجاجية من هذه الزاوية أصل إلى نتيجة ربما تشاركني، وأقول مع نفسي أنني قد وصلت إلى نتيجة إيجابية، ولكن سرعان ما أكتشف أن هناك أشياء أخرى قد ضاعت مني، ويجب أن نعيد الدراسة من جديد. ولهذا ظللت وأقفز وأجرب مجموعة من المعطيات المنهجية لدراسة هذه القصيدة الزجاجية. من بين الأسس التي حاولت أن أتواصل معها أو عبرها مع القصيدة الزجاجية التاريخ الزمني للقصيدة الزجاجية، لأن التاريخ الزمني للقصيدة الزجاجية يطرح مشكلا. هذا التاريخ ليس متى بدأت القصيدة الزجاجية، هذا يمكن أن نجد له جوابا، وإن لم يكن مقنعا فهو جواب قائم، ولكن التاريخ بمعنى الفواصل التي تمكننا من تحديد الأزمنة الخاصة بالقصيدة الزجاجية. مثلا في القصيدة العربية نقول هذه العصر الجاهلي، نقول العصر الأموي، العصر إلى غير ذلك. هذه المعطيات في القصيدة الزجاجية غير متاحة. مثلا عندما وهذا قد في الحقيقة عشته، مثلا القصيدة الزجاجية المعاصرة عندما أريد أن أبحث عن روافدها، ربما في دراستي وصلت إلى نتيجة تجمع بين ثلاثة أسماء كبرى.
الاسم الأول هو الزروالي، الجزال الكبير الزروالي، وأعطيته مهمة انتقال القصيدة الجزائرية من الماضي إلى الحاضر، بمعنى أن الأستاذ أو الشاعر السي الزروالي حاول أن يكون لنا مجموعة من النقط المشتركة في شعره وفي جزله من خلال المعطيات القديمة بالقصيدة، المعطيات القديمة الخاصة بالقصيدة الجزلية، وكذلك المعطيات المعاصرة التي تعرفها القصيدة الجزلية. وجدت كذلك الأستاذ سميتو حرقناه تاع المسناوي، الشيخ المسناوي، هذا كذلك أعطى بعدا زمانيا للقصيدة الجزلية المعاصرة يمكن أن نعتمد عليه في التأريخ للقصيدة الجزلية المعاصرة. كذلك السي المسيح كان له دور كبير في المجال الثقافي وفي مجال الانتقال بالقصيدة الجزلية من عصور مضوية أو من عصور متقدمة إلى عصور متأخرة. ولكن المشكل الذي يقع فيه التاريخ الزمني هو أننا سنجد مجموعة من التجارب لا تنتمي إلى هذه المدارس الثلاث أو إلى هذه الأسماء الثلاث. إذن أين نضعها؟ هذا هو المشكل، هذا مشكل قائم في القصيدة الجزائرية. نعم، المسناوي، المسيح، السي الزروالي، ولكن عندما تفتش في حظيرة القصيدة الجزائرية تعثر على تجارب وعلى نماذج خارجة عن هذا الإطار أو عن هذا الإطار الثلاثي. إذن هذا كذلك من بين المشاكل التي يعيشها الباحث والناقد والدارس للقصيدة الجزائرية. كذلك من بين الأسس التي يمكن أن تدرس عليها القصيدة الجزائرية الحديثة هي ما أسميه بالمجال، بمعنى الجزل والمجال. وقد سمعت الأستاذة الآن قالت المحلية والكونية، المحلية والكونية، بمعنى أن من يعتبر أن القصيدة الجزائرية المعاصرة خاصة بما هو كوني، بمعنى بذلك المشترك من الثقافة الإنسانية العامة، فلا يمكن أن نعتمد على هذا القول في التاريخ للقصيدة الجزائرية، لأن هناك قصائد تنبعث من المجالات المحلية الضيقة. وهنا عندنا في المغرب عندنا هذا النوع مزدهر، وأنا دائما أنادي بأن القصيدة الجزائرية المغربية كيفما كانت ينبغي أن تحتفظ بمحليتها. لماذا؟ لأن من المحلية يمكن أن ننطلق إلى العالمية، ولأن المغرب هو مغرب متنوع من الناحية الثقافية، فإذا وحدنا المجال الإبداعي فإن ذلك التنوع قد ضاع. إذا نريد أن نسمع وأن ننصت للمغرب في مراكش، في أسفي، في الشمال، في الجنوب، بالألفاظ. إذا وصلت هذا وقتيلا التليفونات يمكن تيشوفوا إذا هذا صافي حيدي هذا لأن احنا قلال هذا يكتب تسمع. هذا المعطى هو معطى مهم في الثقافة المغربية، معطى التنوع. إذا علينا أن نحافظ على هذا التنوع حتى في القصيدة الجزائرية، بل أقول بأن القصيدة الجزائرية هو المجال الوحيد الذي يمكن أن نحافظ بواسطته على هذا التنوع. فإذا سعينا إلى التوحيد، وإذا سعينا إلى الاتفاق، وإذا سعينا إلى الكونية بقواعد مضبوطة فهذا سيؤدي بنا إلى خلل كبير، وسيقضي على مجموعة من
المعطيات التي تعيش في كنفها القصيدة الزجلية. إذن الزجل والمزال. رجعت إلى الذين درسوا القصيدة الزجلية وخاصة صفي الدين الحلي في كتابه العاطل الحالي والمرخص الغالي. وصفي الدين الحلي من علماء القرن الثامن الهجري، توفي في 775 هجرية. وجدته أنه وإن لم يصرح قد وقع له ما يقع لنا الآن نحن، فهو قد حاول أن يدرس القصيدة الزجلية على ضوء المعطيات أو معطيات محددة، ولكن عندما بدأ يدرس هذه القصيدة بهذه المعطيات المحددة وقع فيما وقعنا فيه الآن. وهذا هو الذي جعله ربما يضرب على تلك القواعد التي سطرها لنفسه في دراسة القصيدة الزجلية، وانطلق معتمدا على ذاته لقراءة القصيدة ذاتها والانطلاق منها من خلال المعطيات الفنية. وأنا أميل إلى هذا الاتجاه. هذا الاتجاه يمكن أن نحل به مجموعة من المشاكل، بمعنى أننا نحاول أن نسعى إلى توحيد القصائد الزجلية من الناحية الفنية، والناحية الفنية تدخل فيها كل المعطيات الخاصة بالقصيدة الزجلية. يمكن أن ندخل فيها الزمان، يمكن أن ندخل فيها المجال، يمكن أن ندخل فيها كذلك المعطيات الخاصة بالقصيدة الزجلية المصنفة على مستوى الألفاظ، على مستوى الصور، على مستوى الإيقاع. فهذا الباب هو باب يمكن أن يدلنا على الطريق الصحيح، ولكن المشكل الذي يعيشه هذا الاتجاه هو أن الذين يحسنونه هم قلة. الذين يستطيعون أن يقرأوا القصيدة الزجلية على هذا المنوال هم قلة قليلة جدا في المغرب، لأن معظم، سنرى بعد أمثلة، معظم الذين يقرؤون القصيدة لحد الآن، القصيدة الزجلية لحد الآن، بالرغم من العناوين البراقة، إلا أنهم في الحقيقة لا أقول لا يضيفون شيئا، أنا لا أبخس قيمة أي عمل، ولكن من ناحية القراءة الحقيقية نعثر أو نقف على مجموعة من الثغرات التي لا تمت إلى العنوان بصلة. إذن هذا في بنية نسميه الانطلاق من خلال بنية القصيدة الزجلية، وكما قلت لكم هذا يحتاج إلى مجموعة من الباحثين والنقاد المتمرسين الذين لهم علاقة طويلة بالقصيدة الزجلية ويعرفون مفترقها أو مفترقاتها المختلفة، سواء كانت زمنية أو مجالية أو غير ذلك. من هذه الطرق كذلك يمكن أن نعتمد على لغة الزجل ومستوياتها الإبداعية. يمكن أن نعتمد على القصيدة الزجلية والإيقاع في بعدها الإيقاعي، ثم بعد ذلك هذه كلها مقالات تحاول أن كنت قد نشرتها، تحاول أن تجيب في دراسة القصيدة الزجلية من هذه النواحي التي ذكرنا. إذن يمكن بعد ذلك أن نضيف بعض العناوين المعاصرة، مثلا ما أسميه الآن بصناعة الزجل، وقلت فيه أن الكثير من الناس يتجرؤون على كتابة ما يسمونه زجلا انطلاقا من فهمهم الخاطئ القائم على اعتبار اللغة التي يكتب بها عادية وبسيطة. وهذا كذلك من الخلل الكبير الذي جعل كثير من الناس يلجؤون إلى الزجل، لا يحسنونه ولا يعرفون تاريخه
ليس لهم تمرس فيه، ومع ذلك يكتبون فيه. لماذا؟ لأنهم أو تغريهم لغته البسيطة، اللغة العامية البسيطة تغري هؤلاء وتقول لهم بأنكم قد أصبحتم مبدعين. وهذا كذلك من الصناعات الخاطئة أو من الزوايا الخاطئة التي يمكن أن تؤدي بالقصيدة الزجلية إلى حذفها لا قدر الله. لأن لا يمكن مثلا أن نقيد الناس، ولكن على الشعراء الزجالين والزجالات أن يتيقظوا، على هؤلاء الشعراء أن يقفوا وقفة واحد أو وقفة رجل واحد ليتصدوا لهذه الظاهرة، لأن هذا التكالب على مجال الإبداع أصبح من سمة العصر. التكالب على مائدة الإبداع، كل من هب ودب يقول بأنه قد أصبح مبدعا. ولو كان الأمر كذلك لتحول المثقفون الذين مروا على العالم العربي إلى مبدعين، وكانوا أفضل منا ثقافة ولغة وإلى غير ذلك، ومع ذلك كانوا يحترمون أنفسهم. كان لا يدخل إلى محراب الإبداع إلا من يستحقه، إلا من كانت له أهلية على المستوى النفسي والوجداني والعقلي والثقافي وإلى غير ذلك. إذن على الشعراء وعلى النقاد والدارسين والقراء أن يكتفوا جهودهم للوقوف أمام هذه الظاهرة. ودائما هذه الظاهرة تدخل بالأسماء المستعارة المعاصرة التي تشتهر فيما بيننا: القصيدة الزجلية المعاصرة، القصيدة الزجلية الحداثية، القصيدة الزجلية كذا، القصيدة الزجلية كذا، وهم بذلك يحاولون أن يتستروا على عيوبهم. وهم لا يمكن، لأن الثقافة في نظري الثقافة العالمة بمفردها لا يمكن أن تؤهلك لكي تصبح زجالا أو زجالة. هذا مستحيل في مجال الزجل. يمكن في مجالات أخرى، يمكن الثقافة العالمة تؤهلك لكي تصبح مبدعا في مجال من المجالات، ولكن يستحيل أن تجد زجالا بلا خلفية. الزجال الذي يكتب بلا خلفية لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن يعطي للقصيدة الزجلية ما تستحق. إذن انطلاقا، لا يتنذكر ذلك، هذه من الأشياء التي أقف أمامها دائما. إذن نحاول أن ننظر إلى القصيدة الزجلية من خلال هذه الزوايا، وهذه الزوايا في الحقيقة هي الزوايا التي على ضوئها تدرس القصيدة الزجلية عند كل الدارسين. هناك من ينظر إليها من هذه الزاوية، ولكن دائما ينبغي أن نعترف بأننا إذا طبقنا أو سرنا على نهج زاوية من الزوايا المذكورة فإننا لا يمكن أن نلم بالقصيدة الزجلية. نعم، يمكن أن نقف على معطيات اتجاه أو رافد من الروافد، ممكن، وهذا كذلك من الصعوبات التي يلمسها القارئ الذي يدرس الزجل. كذلك من العناوين الكبيرة الزجل هذه الثنائية، وقد كثرت في عصرنا الآن الزجل والحداثة. وقلت فيها وأنا أستغرب حقيقة ربط الحداثة ببعض التجارب المعاصرة، وهذا خطأ، مع أن محصولها من ناحية الفكر والتصور والرؤى هو موجود في إنجازات ماضية يمكن أن نجدها، ولكن الذين يريدون بالقصيدة الزجلية سوءا يتسترون وراء هذا العنوان الزجل والحداثة. يقول لك بأنني حداثي وأكتب على هذا المنوال وكذا وكذا، وعندما تقرأ ما يكتب ستجد مثيلا له، لا يمكن أن تجد مثيلا له 100%، ولكن ستجد من كتب على منواله ومن كتب على منوال أفكاره في التجارب القادمة. وهذا ما أخشاه، لأن أن نربط القصيدة الزجلية باسم الحداثة
ببعض التجارب أو ببعض الأسماء أو ببعض الاتجاهات فهذا خطأ، لأننا نكون على قصيدة أو على جسم قصيدة الزجاج نكون على جسدها أجساما غير متناغمة غير متواصلة، والأصل في القصيدة الزجاجية وفي جميع الاتجاهات القصيدة الزجاجية ينبغي أن تتناغم وأن تتواصل وأن تتكامل. إذا لم يكن هناك إذا كان هناك اتجاه لا يتناغم ولا يتواصل وليست له علاقة بالاتجاهات الموجودة الآن أو الاتجاهات الماضية، فهذا ربما يشبه اللقيط، يشبه إنسانا لقيطا في وسط الإنسان. مثلا الآن سأمر إلى بعض العناوين، وقد اخترتها من خزانتي زعما صدفة، زعما ما لم أرتبها لا زمنيا ولا فكريا ولا، إنما كنت أجد عنوان الكتاب فأخذه. مثلا محمد الزروالي الناس مع السجان، محمد الراشق الله يرحمه مكسور الجناح، إدريس أمغار مسنوي حتى يكبر حظي، الحسين ورقي على بساط المسارية، فاطمة بن العربي كلام ملهم وهم الكلام، الأستاذة بفاير لاله، السي الجهيبي الله يرحمه كان معاني وأغاني في رياض الزجاج. هذا الإنسان هو من مراكش ولكنه عاش في فرنسا منذ الستينات، وهو في فرنسا، وكان بطلا رياضيا في الملاكمة ويكتب. نعم، هذه صورة لما كان صغيرا، وهذه صورة الآن ربما في 3 سنوات أو 4 سنوات. إذن هو يكتب على الطراز المغربي. إذا تساءلنا جميعا كيف يمكن هذه صافي شحال هذو 1 2 3 4 5 6 7 8 كيف يمكن أن نجمع بين هؤلاء الثمانية على أي أساس؟ وما قيل عن الثمانية يقال على الجميع. إذن هذا بالنسبة لي هذا كنز بالنسبة للقصيدة الزجاجية المغربية، هذا كنز ويجب أن نحافظ عليه. فهؤلاء الثمانية لكل منهم منطلقاته الزمانية والمجالية واللغوية والتصويرية وإلى غير ذلك والفنية وما إلى ذلك. إذن الذين يكتبون على منوال واحد ويحاولون مثلا وقليل من جماعة 8 في الدراسات اللي أنجزت على القصيدة الزجاجية، القليل اللي يجمع 8 ما كاين اللي تيجمع بحال لا أريد أن أذكر الأسماء، ولكن ينبغي الحقيقة المنهجية والحقيقة العلمية ينبغي أن تذكر. مثلا القصيدة الزجاجية بالمغرب المصطفى الباشري مصطفى الباشري. إذن هو جوج الناس كتب على جوج الناس ودار هذا العنوان. من الناحية المنهجية خطأ. القصيدة الزجاجية بالمغرب بمعنى على الأقل أن تحيط بأكبر عدد ممكن من الزجاجية. وهذا هو المشكل الآن في دراسة القصيدة الزجاجية. بدل أن ننكب وأن نسير إلى الاتجاه الصحيح، فإننا دائما تغلب علينا العاطفة وتغلب علينا الصداقة، ربما الصداقة، وتغلب علينا المحاباة والعلاقات والانتماء. لأن مثلا هذه التجربة نعم بين الأخ سي بن العطار والسي بن سعيد بينهما قواسم مشتركة، نعم، ولكن هل هذه القواسم المشتركة توحد لنا الدراسة على كل أنماط القصيدة الزجاجية بالمغرب؟ هذا من الناحية العلمية ومن الناحية المنهجية. إذن لا يمكن. كذلك في هذا المعطى الجديد، هذه زميلة تدرس معي، ولكن مع ذلك الناحية العلمية ينبغي أن نقول الحقيقة في بلاغة القصيدة الزجاجية المعاصرة في المغرب. وجدي نعم، في بلاغة القصيدة الزجاجية هذه مجموعة من المقالات نعم كتبتها هذه الأستاذة وهي مشكورة ولها باع
طويل في هذا المجال، ويمكن أن تطور المعطيات الخاصة بها، ولكن أنا الذي أقف عليه هو هذه العناوين المضللة في بلاغة القصيدة الزجلية المعاصرة بالمغرب. مثلا إذا كان عندنا غير 1000 قصيدة زجلية في المغرب، إلا بغينا نديروا بحال هذه العناوين شحال خصنا ندرسوا منها؟ خصنا ندرسوا 800 ولا 900؟ 800 قصيدة ولا 900 قصيدة، هي اللي يمكن لنا نقولوا هذا مثل هذا العناوين. وحنا كما قلت لكم لا أبخسوا حق أحد، ولكن ينبغي لأن مثل هذه العناوين تساهم في ردم الهوة أو في تكبير الهوة بين القارئ والقصيدة الزجلية. إذن هذه مجموعة من الأفكار أحببت لأول مرة أقولها، وأحببت أن أقولها أمام هذا الجمع الكريم. أتمنى أن تعم الاستفادة. السلام عليكم. شكرا مولاي. ما نوقفكش مولاي، علاش؟ لأننا في الحقيقة وقفنا على مجموعة من الأسئلة ومن الإجابات العالقة حول القصيدة الزجلية المعاصرة، وشكرا لأنك حامل هم ومخاوف على القصيدة الزجلية بطريقة أكاديمية. شكرا لك. عاد ننتقلوا مع المبدع والناقد السي حميد البالي، ربما عنده إجابة على هذه المخاوف، وربما لديه هو آخر مخاوف أو تطلعات أخرى حول القصيدة الزجلية. فليتفضل مشكورا. صباح الخير. تحية محبة وتقدير للإخوان. في الحقيقة مؤسف أن الأصدقاء المبدعين لا يعطون مساحة للتفكير، يفكرون فقط في الإلقاء وفي القراءة، وهذا مؤسف. والدليل هو أنه مفترض أن تكون على الأقل المبدعين الذين قرأوا أمس أو اليوم وحضروا النقاش أن يكونوا حاضرين. هذا مشكل المبدع. ومنه سأنطلق في نصي بعد تقديم التحية للأخت فاطمة في تسيير الجلسة، وعبرها أيضا للبابة بكامل طاقمها المناضل، أقول المناضل في هذا الزمن الذي قلت فيه النضال الثقافي. سعيد أن أتواجد بقرب قامة فكرية أكاديمية مولاي علي الخامري، وأنا المبدع المثابر الذي يحاول أن ينتمي للشعر أساسا، وبالتالي ورقتي ستكون من الداخل. ورقة أساسا من الداخل. لابد في البداية أن أشير أنه حين نتحدث عن الزجل في المغرب فإننا نتحدث عن الزجل بصيغة الجمع. الزجل أي كل الأشكال التي تنتمي للشعر التي تكتب بالدارجة، الملحون، الرباعيات، المجدوب، النظم إلى آخره. هذا الزجل الذي نتحدث عنه. بالنسبة لي أنا سأتحدث ضمن هذا الجمع عن مفرد أو عن الحساسية أو النص الزجلي الذي نسمه الآن بالنص الحديث أو الحداثي. طبعا الحديث ممكن نربطه بالزمن، بينما الحداثي هو رؤية في زمنية. إذا سأنطلق من هذا الانتماء أو الرغبة في الانتماء للقصيدة الزجلية الحداثية، وسأقدم تأطيرا نظريا ثم أقف على بعض الأبعاد الجمالية في هذا النفس أو هذه القصيدة الزجلية. إذا مساهمتي ستكون انطلاقا من الانتصار للنفس الحداثي والذي يروم للانتماء للشعرية الكونية عموما. الحداثة لا تفهم إلا على ضوء مقابلها، أي الآخر اللي هو التقليدانية الشعرية كما ورثناها من الموروث الزجلي القديم الذي ما زال مستمرا حتى الآن. هذا التقابل يضعنا إذن أمام بنيتين شعريتين.
فماذا ينتظر المتلقي من القصيدة الزجلية الحديثة؟ هل ينتظر منها امتدادا تكرارا لإعادة إنتاج للموروث الشعبي المألوف الذي تعودته الأذن والذائقة العامية والمتمثل في قصائد الملحون والعيطة والشعر الحساني والمواويل الأمازيغية والتقاليد المجذوبية والأغنية الشعبية المغناة، أم ينتظر منها نصوصا شعرية تقف على قدم المساواة مع القصيدة الفصيحة بكل ما يعنيه ذلك من تحقيق قطيعة مع الشفاهي والجاهز وترديد الرؤية العمومية المشتركة. في اعتقادي لقد حققت القصيدة الزجلية المعاصرة في السنوات الأخيرة طفرة نوعية على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف، حيث ظهرت مجموعات زجلية مطبوعة عكست انشغال الزجال بإنتاج نص حداثي بكل ما تعنيه الحداثة من دلالات، وبذلك بدأ الزجال يتماهى مع نوع غير مسبوق من تاريخ الشعر المكتوب باللغة الشعبية. إن الزجال المغربي المعاصر أو الزجال المغربي المعاصر أصبح اليوم يمتلك رؤية. الزجال المغربي المعاصر أصبح اليوم يمتلك وعيا تاريخيا بخصوصية المرحلة ومطالبها، لم يعد مبدعا من الدرجة الثانية، لم يعد يكتب بلهجة عامية فقط، بل أصبحت مهمته مضاعفة بشكل كبير. لم يعد بإمكانه أن يحمل جثة الآباء على كتفيه، ولم يعد بإمكانه أن يغمض عينيه أمام أشعة الحياة الآنية. كان عليه إذن أن يدفن جثة الموروث الزجالي وأن يفتح وجدانه لرائحة العصر بأدوات ورؤى وإيقاعات جديدة. هكذا بدأ يبتعد عن سلطة التاريخ وسطوة الماضي وقداسة الآباء، دون أن يعني ذلك عقوقا أو جحودا لما قدمه الأوائل. لقد أراد الزجال المغربي المعاصر أن يضع التاريخ في صيرورته الزمنية، حيث لكل مرحلة سماتها الخاصة بها ولكل أب زمنه الخاص. المبدع الزجال حسب تجربتي وحسب ما أتقاسم مع مجموعة من الأصدقاء الذي يكتب في التجربة الحداثية هو قادم من خلفيات معرفية وفكرية كبيرة، يقدم نفسه كمثقف حامل لمشروع حداثي يروم تأسيس قصيدة تقيم انفصالا مع القصيدة التقليدية. ولذلك فإن السؤال الذي يطرحه الآن هو سؤال المعيار الذي يمكن أن يحدد مفهوم القصيدة الزجلية الحديثة. إنه ليس مجرد سؤال عادي يطرحه فرد ما يكتب زجل، بل هو سؤال يعكس حساسية شعرية جديدة ينضوي تحتها مجموعة من الزجالات والزجالين بكل ما تعنيه هذه الحساسية من تيار شعري أصبح يفرض نفسه بقوة اليوم في المشهد الشعري وعلى المستوى الأكاديمي. إنه تيار يشترك أصحابه في تماه مع كل ما يمثل الحداثة في أجل تجلياتها ودلالاتها. من هذا الإطار العام أقول كي أقتصد بعض الوقت أن الكتابة الحداثية تعتمد أبعادا جمالية أساسية. هذه الأبعاد ممكن أن نعتبرها في اللغة، في الأسلوب، في الإيقاع، في الصورة الشعرية، في استثمار الرموز والأساطير والأقنعة، وفي الرؤية أيضا للمتلقي. على مستوى اللغة دائما أقول مكنني من اللغة التي تكتب بها أقول لك كيف ترى الشعر. اللغة في الزجل سؤال مزدوج، فإذا كان في اللغة المعربة سؤال اللغة فقط هو سؤال اصطلاحات وتمكن باللغة، بينما في الزجل سؤال مزدوج. هناك لغة عامية وهناك لغة للزجل، واللغتان في الشعر عموما هم مستويات دائما. لغة الكتابة الشعرية هي لغة أرقى. بالنسبة للكتابة الزجلية هناك اختيارين في اللغة.
هناك اختيار يرى بعين ماضوية، عين ماضوية، يرى بشكل نوستالجي، يرى الثقافة الشعبية، الالتزام الاجتماعي. وظيفة الشاعر بالنسبة له هو الحكمة والتحريض، الحنين للعلاقات السالفة، أي رؤية ماضوية وفكر تقليدي. وبالتالي فاهتمامه بالقاموس يكون اهتماما أركيولوجيا، يحاول أن يعيد إحياء مجموعة من الكلمات القديمة. بينما الحداثي هو يقف أيضا هنا لكن يرى بعين المستقبل، هو إذن وضعه وضع استشرافي، وضع استشرافي بمعنى يحاول أن يستثمر، يمتح، يستفيد من الثقافات العالمة، ويريد أن ينتج قصيدة فكرية، قصيدة فكرية، وبالتالي ملتزمة بالقيم الأدبية الكونية. وظيفة الشاعر بالنسبة لهذه الرؤية المستشرفية أو المستقبلية هي إنتاج الجمال. الشعر وظيفته أساسا هو إنتاج الجمال والرهان على المتلقي القارئ. وبالتالي فالرؤية الماضوية تعتمد الأذن وتحتفي بها، بينما الرؤية الاستشرافية تحاول أن تعتمد على العين، على البياض، على المساحات الحبرية على الورقة. دائرة لحسن حظنا وأن دائرة اللغة العربية هي دائرة أقول شبه ثابتة في قواميس معلبة، وبالتالي الشاعر الذي يكتب بالعربية هو شاعر له محدودية طبعا بعمقها وبعدها وكثرتها، ولكن رياضيا هي ثابتة. بينما الدارجة هو امتداد يومي، وهذا الامتداد اليومي لحسن حظنا هو أنه يقترب في نحو هذه الدائرة اللغة العربية. أصبحنا نتحدث عن التعبئة، عن السيارة، كتهضر مع صاحبك يقول لك صاحبي تأخرتي عليا. إذن هناك توسع، لكن هذا التوسع يذهب في تقاطع مع هذه اللغة العربية، والحداثي يكتب في هذا التقاطع. لغته التي يختار هي لغة هذا التقاطع أو هذه الظلال التي تكون بين العربية وبين العربية المعربة والعربية الدارجة. بالنسبة هذا ممكن أن نستفيض في نقاش فيما بعد فيه. بالنسبة للصورة الشعرية، كما يتحرر النص الشعري الحداثي بصفة عامة من مقولة الشعر كلام موزون مقفى، فالكتابة الزجلية الحداثية تحررت أيضا من النظم والقياسات، النظم والقياسات التي نجدها في الملحون وفي الرباعيات إلى آخره. فكتابة سمحت في النظم والقياسات لأجل ماذا؟ لأجل الصورة الشعرية بكل أبعادها الجمالية. وبالتالي أصبح المبدع يكتب بطرق مشهدية، بحيث نجد كأننا أمام صورة سينمائية أو لوحات تشكيلية أو قطع موسيقية داخل النص. استثمار الرموز والأساطير والأقنعة. قلت انتماء القصيدة الزجلية للتجربة الشعرية الكونية وتمكن مبدعها من الاطلاع على الثقافة العالمية العالمة مكنها من استثمار جماليات للتعامل مع الرموز والأساطير كمنحى تجريبي في بناء القصيدة المعاصرة. معيار التوفيق طبعا في هذا هو الذي يعطي للقوة النص. جمالية توظيف الأسطورة في رأيي ليست هي الاستعراض أو فقط استحضارها للتزيين، وإنما امتلاكها وتوظيفها فنيا وإدماجها في بناء النص وفق تنص ما. ليس ضروريا على كل متلقي أن يعرف الأسطورة الموظفة داخل الشعر، بل الأساسي هو أن يتيح المبدع للمتلقي تلك اللذة تلك اللذة المضاعفة في إبراز الأبعاد التي خلقت هذه الدهشة. قد يقف
أو قد يثبت السماء كي لا تسقط عن المتلقي وهو يتحدث عن الأطلس. قد يحول الصرخة الأولى إلى صخرة ويحملها في انتظار عقاب الآلهة. قد يتقاسم نبيذا في محار يحمله بوسيدون في أعماق البحر، كما قد يكون أنظارا أو ثلاسا دون أن يشير إلى الأسطورة بل إلى العمق، إلى هذا الإدهاش الذي يمكن أن يستخرجه من الأسطورة. بالنسبة للتجريب، هناك التجربة والتجريب. حين أتحدث عن التجريب فهناك كثير من الكتابات هي كتابة من التجربة، أي من الموروث الجماعي ومن اليومي، بينما التجريب هو بعد فكري، محاولة اختراق آفاق جديدة، بما أن القصيدة الزجلية الحداثية لا تحكي موضوعا بل تعبر عن حالة نفسية وجدانية، فهي منفلتة من القيود والأقفاص، لا نص معجزة، لا نص مقدس، لا سقف يحد من التحليق. الأفق هو خلق إعجاز يليق بالإنسان سيد الكون والطبيعة والحياة. هي بهذا المنظور معرضة دوما للتخريب، كما يقول كبيرنا القاص بوزفور، للتخريب والتجريب. يمكن استعراض التعامل مع توجهات أشكال الكتابة، فقد نجد الكتابة الشذارية أو البناء الشذاري في مقابل النص الثرثرة الشعرية، قد نجد الكتابة المشهدية، التشكيل، النص، اللوحة، البعد السردي، جماليات بصفة عامة يمكن الوقوف عليها في تجارب زجلية، ودعوة للغوص في دواوين للمنتمين للنفس الحداثي الذي أشرنا إليه أعلاه. بالنسبة للمتلقي وفق هذا المنظور الحداثي، هو المتلقي المجتهد، المتلقي لا تراهن على المتلقي الكسول الذي يرتاح في وضعه حين تلقى عليه القصيدة، بل القصيدة تصبح لعبة شطرنج، وبين المتلقي وبين الكاتب تصبح اللعبة. هذه اللعبة قيمتها أيضا مرتبطة بقيمة المتلقي، بثقافته، بتأويله، بأبعاده، بانتمائه المجالي إلى آخره، وبالتالي هو النص ينتج دلالة جديدة مع المتلقي. قلت المتلقي المثابر، وكما نقول في الرياضيات كان شي واحد علمي، فهناك في الرياضيات التمارين التي نحلها من خلال ديزالغوريتم معينين، بينما هناك المسألة المفتوحة التي يقف المتلقي عاجزا في البداية، تخلق تحدي. ماذا أريد أن أفهم المسألة، أريد ماذا أسمع إلى آخره. ففي اعتقادي يكون المتلقي في هذا الوضع القلق. النص الحداثي يجعل المتلقي في وضعية قلق، ليس في وضعية استراحة. هذه خلاصة لتجربة يمكن أن يقف عليها الأصدقاء من خلال تجربة ربما قد أكون نجحت فيها تطبيقيا، سواء في شمس الماء أو بريفكم من الريح أساسا ونزربة على إصباح. هي الأعمال الثلاثة الأخيرة، بينما الأعمال الأولى هي كانت أعمال تجريبية، كانت تتقاطع مع التقليد أكثر ما كانت تتقاطع مع الحداثة، كما هي البدايات، جميع البدايات. شكرا للإخوان وصباح جديد. شكرا المبدع والناقد.